السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل متابعين القناة. في حاجة عايزة اتكلم عنها وانوه ليها. دلوقتي احنا وصلت العلاقة ما بيننا وما بين بعضنا ان ما بقاش فيه احترام لأدميتنا، بمعنى ان ما حدش بيفتكر لحد اي حاجة حلوة. طيب، نعمل بقى ايه؟ نتبع طريقة جديدة. دلوقتي احنا علشان ما حدش يضحك علينا في فواتير الغاز والكهرباء والمية بنبتدي نقيد ونسجل احنا دفعنا شهر كام وعملنا شهر ايه ومش عارفة ايه، عشان ما حدش يضحك علينا ويزود علينا في الدفع. نتعامل بالاسلوب ده مع البشر. فلان النهارده عمل فيا جميله، اكتبها له. فلانه النهارده ادتني كذا، اكتبها لها. علانه النهارده عملت لي كذا، اكتبها لها. ايدوا ورا بعض الحسنات، بمعنى ان كل واحد يذكر للتاني ايه الخير اللي عمله فيه، بحيث لما نقلب على الناس نفتح كده الدفتر الحلو اللي احنا مقيدين فيه ده، ونقوم باصين كده نقوم قايلين ايه، لا ده احنا، ده فلان عمل لي قبل كده تقريبا حاجه من شهرين، مش هاذيه، هفتكر له الحلو بتاعه. لا مش هقول مع يعني كلمه وحشه في حقه، لا مش هساعد فلان ضده، لا مش هساعد علان ضده، بمعنى ان احنا نفتكر لبعض الخير. تمام. لان احنا للاسف كشعب، او احنا كطبيعه، لما بنيجي بنزعل من حد، والله العظيم ثلاثة، يعني لو عمل لنا ايه بالذي هو ما بنفتكرش غير الوحش. يمكن لو تلات ارباع اللي عمله او يعني جزء صغير في اللي عمله في مشكلة او في خطأ، بننسى بقى الحلو ده كله ونفتكر الخطأ. لا، سجل وأيد. يمكن العلاقات لما تبقى قايمة ما بيننا على التسجيل وتبقى عملية شوية وروتينية شوية، هنحترم بعض أكتر. يعني 1+1=2. لو مشينا الحياة الأسرية وحياة العائلية ب1+1=2 هنرتاح. لا مش هقدر أرد على أختي عشان أختي عملت كذا، لا مش هقدر أعمل كده لوالدي لأن والدي عمل معايا كذا كذا. هتقولوا لي نهى انت اتجننتي، انت مجنونة. مش مجنونة والله ولا حاجة، بس أنا شايفة إن الحل الأمثل هو ده، إن كل واحد يسجل للتاني. لا عمي مش هقدر ما اقول له لا، لان عمي خدمني، عمي وقف معايا، خالي وقف معايا، عمتي وقفت معايا. نفتكر لبعض الحلو ونسجل لبعض الحلو، بلاش تسجلوا الوحش، سجلوا الحلو عشان لما يجي الوحش وتلاقوا الحلو موجود تتغاضوا عن الوحش. ده اللي انا شايفاه. لان احنا دلوقتي وصلنا لكمية حقد وكره غير عادية، مش ملاحقين على الغضب، مش ملاحقين على المحاضر، مش ملاحقين على العراك، مش ملاحقين على الزعل، مش ملاحقين على النكد. واقفة بقى كده ومن اول السطر نتعامل مع العلاقات الانسانية زيها زي الغاز والمية والكهرباء. ايدوا وسجلوا في الدفاتر.